السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل لكم الفول المدمس بطريقة بسيطة و... ومفيش اسهل من كده، وطعم تحفة تحفة تحفة. جربي وتشوفي. عندي كيلو فول نقعته 4 ساعات، 4 ساعات فقط. عندي كوباية الا ربع فول مدشوش منقوع برضو 4 ساعات. هنزلهم كلهم في الفوالة بتاعتي. عايزة تعملي في حلة برضو كمريها كده وحط عليها فويل والغطا، مفيش مشكلة خالص، مش هتقول لأ. قلبتهم على بعض وحطيت عليهم المية وعلى النار وسبتهم بقى مع نفسهم. بعد ما غلي غلوتين وطيت عليه خالص مع نفسه لحد ما استوى زي ما انتم شايفين كده وبقى زبدة. انا بحب الفول بتاعي مستوي قوي، عشان كده كده بهرسه اصلا. فول تحفة تحفة. حسيتي ان المية بتاعتك خفيفة وعايزة تقليها، معلقتين دقيق فقط ويعني حليهم بمية كده وحطوهم عليها وغطي الفوال. انا هعمله الوقت قدامكم بالزبدة اللي هي السمنة البلدي. عايزة تعمليه بزيت حط عليه ليمون وكمون وملح. انا اللي ما بيتعمل بسمنة بلدي ما ينفعش احط عليه ليمون، بحط ملح وكمون فقط لا غير. يعني طعم الزبدة بيبقى يعني كافي بصراحة. وبهرس الفول، انا قلت لكم زي ما انا قلت لكم بحبه انا مهروس، مش بحبه انا كده، عشان كده بسويه زيادة. وفول نضيف وتحفة مفيش زيه، اقسم بالله يعني حاجة تحفة. لو جربتيه مش هتندمي ابدا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله. مع السلامة.